عايز اقول تعليق على اللي انتوا بتشوفوه. اوعى حد من اللي بيتفرج على الصورة دي يفرق ما بين الناس دي اللي هي كلها ابناء وبنات شعبنا. احنا مش جايبين ناس من خارج مصر، دول ولادنا ودول بناتنا ولاد مصر. لهم ميليشيات ولا هي جماعات خارج القانون، دي مؤسسة من مؤسسات الدولة، واللي موجودين فيها دول أبناء وبنات مصر من شعبنا. مش موجودين في المكان ده عشان حاجة غير على أمن مصر. وأنا بقول الكلام ده دلوقتي لأن ممكن يعني حد يحاول يعني يسيء، يقول لك شوف. لا شوف، احنا بنعمل ده مش عشان نحمي نظام، احنا بنعمل ده عشان نحمي دولة بشعبها. اللي معمول ده مش لحماية شخص، لحماية شعب وحماية دولة بمخاطر وتهديدات شفناها كلنا خلال السنين اللي فاتت ولسه ما انتهتش. انا مش هضيف كتير اكتر من اقول ان كل شهيد سقط. يعني لو كنا احنا مصدقين ان في نهاية وان احنا هنقابل ربنا كلنا، مش هقول ان عزائنا في رامي او الشهيد رامي واللي زيه. طبعا الاسرة بتتألم واحنا والله بنتألم لكل أسرة مصرية قدمت شهيد أو مصاب. وعشان كده يعني بنقول لهم اوعوا تفتكروا ان هو مش عارف التعبير ده ما راحش كده، يعني ده ما راحش كده، ده مش فطيس، دي مش حادثة في الطريق، لا ده قدم عشان بلد تعيش. اللي انتوا شايفينه ده واللي احنا بنتكلم عليهم دول شهداء سقطوا، هم ما سقطوش والله. اللي استشهد ما سقطش، ده اللي استشهد باقي. واذا كنا احنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى ومصدقين الكلام اللي بيتقال، هم احياء عند ربهم يرزقون. اللي موجود ده والمنظر ده مش عشان غير عشان بلدنا في ظل التحديات اللي موجودة في كل حتة. وانتوا شايفين من غير ما نجيب كلام يعني عشان ما نسئش الحد. ده لحماية بلد شعبها بمقدراته، مش عشان حماية حد، مش لحمايتي والله مش لحمايتي. شكرا.